أزول ولا نزول قبيلة نشوف في ارتيكل قال لك إحالة سونيا الدهماني على التحقيق على خلفية الكلام اللي قالته ومن الكلام اللي قالته قالت شوف هيك البلاد الهايلة هنا. سونيا الدهماني وقعت في خطأ لغوي اللي هو أو خطأ في المفاهيم، خلينا نقول خطأ في المفاهيم اللي هما مفهوم البلاد كبلاد وأرض ووطن، ومفهوم الدولة. مفهوم البلاد اللي هو الأرض اللي أنت عايش اللي المواطن عايش عليها واللي الشعب عايش عليها، والخريطة اللي عايش عليها. بينما الدولة كمفهوم هي مجموعة من الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بتسيير البلاد والوطن في تحت راية دستور وفقا لقوانين دستور. المفروض كانت سونيا الدهماني فاض مش تقول شوف هيك البلاد الهائلة، المفروض كانت تقول شوف هيك الدولة الهائلة. فيما يخص تونس دولة لا يستطاب فيها العيش من عدمه. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها امرأة كبيرة في 60 عام تطلب في الشارع. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها عائلات هاجة وحارقة في شقف، الرجل في البحر والرجل في القبر. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها قانون شغل فيه السعر الأدنى للعامل 450 دينار ولا 500 دينار في الشهر. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها مؤسسات تتخدم في خدام من غير بطاقة خلاص ومن غير حقه في الضمان الاجتماعي. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها بوليس مرتشي. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها مؤسسة قضائية عاملة عين رات وعين مراتش. تونس إذا كان جات دولة تحترم فيها الذات البشرية للإنسان ما تلقاش فيها بطالمة غير شهرية. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها موظف يجي يدخل 10 متاع الصباح، موظف حكومي اللي مفروض يكون قدوة في الانضباط. تونس إذا كان جات يستطاب فيها العيش، دولة يستطاب فيها العيش، راهو محمد البرامي وشكري بن عيد ميزان الحي. تونس إذا كان جات دولة يستطاب فيها العيش ما تلقاش فيها ديزارتيست انترناسيونال يلقطوا في البلاستيك، مع احترامي للناس اللي قاعدة تلقط في البلاستيك. وما خفي كان أعظم. السلام عليكم.